فيه لحظة غريبة بتحصل لكل واحد فينا لما تمسك شغلانة وتنسى الوقت وتبقى حاسس نفسك بتطير في السما، مش حاسس بالوقت اللي حواليك. بتكتب أو بترسم أو بتذاكر، بتلاقي نفسك فجأة خلصت 3 ساعات من الشغل وانت مش حاسس بأي حاجة حواليك. اللحظة دي اسمها الفلو ستيت، ودي مش صدفة. والنهاردة هعلمك ازاي تدخلها بإيديك وتخلي تركيزك ووقتك يتضربوا في 10 أضعافهم. بس خليك لآخر الفيديو، لأن هقولك حاجة هتخليك تدخل في الفلو ستيت ومحدش عاوزك تعرفها. الفلو هو حالة ذهنية بتكون فيها تركيزك في أعلى مستوياتها، حاسس إنك مندمج تماما ومفيش حاجة في الدنيا تقدر تطلعك أو تشدك بره اللحظة دي. العلماء بيقولوا إن المخ في اللحظة دي بيبطل يشتت نفسه ويفرز مواد بتخليك فايق ومتحمس ومنجز بشكل مش طبيعي. تخيل إن مخك كأنه في مهمة، مفيش صوت، مفيش توتر، مفيش تأجيل. هو بيعمل حاجة من غير توقف لحد ما تنتهي الحاجة دي ما بين ايديه. في حاجة بسيطة جدا بتقطع الطريق على انك توصل للحالة دهيا. اول حاجة الاشعارات، كل شوية يجيك نوتيفيكيشن وبيخليك مش مركز في الحاجة اللي انت بتعملها وتقوم راح ماسك التليفون تشوف النوتيفيكيشن دي ايه. تاني حاجة صعوبة المهمة، لو هي سهلة قوي مخك بيزهق، لو صعبة قوي بيبدأ يتوتر. تالت حاجة القلق والتشتت الداخلي، دماغك عمال يفكر في كل حاجة ما اتعملتش أو خايف من اللي جاي. علشان كده قبل ما تدخل في الفلو ستيت لازم تجهز نفسك كويس. ركز معايا، دي الخطوة اللي بتخلي أي حد يدخل في الفلو ستيت. قبل ما اشرح لك ده ايه، متنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتكتب لي رأيك أو أي حاجة عاوزنا نجددها في الفيديوهات الجاية. أهم حاجة اختار مهمة واحدة بس. المالتي تاسك بيقتل تركيزك وبيخليك مش مركز في الحاجة اللي انت عاوز تعملها. روح في مكان هادي، واهم حاجة يبقى مش حواليك اي ازعاج يخرجك من الفلو ستيت بعد ما تدخل فيها. اضبط تحدي، خلي اللي انت بتشتغل عليه يبقى اصعب شوية من مستواك بس ما يبقاش مستحيل انك تعمله. حدد وقت البداية، مثلا انت من الساعة 5 للساعة 5:30 هشتغل من غير اي قطاع. مثلا انت ما تقعدش مثلا ايه في نص الساعة 5:30 كده، قبلها بشوية، قبلها ب3 ولا 4 دقايق تقوم موقف. لا، افضل زي ما انت وعدت نفسك من الساعة 5 لحد الساعة 5:30، مش هوقف مذاكرة مثلا. لو لقيت نفسك بتحس بالحاجات دي اعرف انك دخلت جوه الفلو ستيت خلاص. الوقت بيعدي بسرعة جدا او ببطء، بتنسى الاكل والشرب والموبايل اللي انت كنت طول النهار قاعد عليه. مفيش صوت داخلي بيقعد يزن عليك، انا عاوز اقوم اشرب، لا انا عاوز اقوم اعمل كوباية شاي. ده مش بيبقى موجود جوه الفلو ستيت. تحس بمتعة غريبة، لذة انت مش بتحس بيها في العادي. حاسس حتى لو الحاجة دي صعبة انت حاسس بلذة بتخليك عاوز تكمل تدوس اكتر في الحاجة دي. وده في اقوى حالة انتاج ذهني ممكن توصل لها في حياتك. دلوقتي جه وقت السر اللي قلت لك عليه في اول الفيديو. في حاجة اسمها فلو تريجر، دي بتشتغل كأنها مفتاح سحري. واحد من اقواهم هي المخاطر البسيطة، سايلنت ريسك. يعني تعمل حاجة فيها تحدي يخليك مركز جدا، عشان لو غفلت ثانية واحدة ممكن تغلط أو تفشل. ده بيخلي المخ يفرز مواد كيميائية تنقلك للفلو ستيت بسرعة عشان يفضل مركز في الحاجة دي وما يفشلش. يعني لو بتذاكر خليك في موضوع جديد بنسبة 20% انت مش عارف عنه أي حاجة. ولو بتكتب سكريبت خلي الفيديو أول مرة تتكلم فيه عن موضوع مش مألوف ليك وتستمتع بشغلك. جرب تطبق الخطوات اللي قلتلك عليها دي لمدة 3 أيام وارجع احكيلي في الكومنتات حسيت بإيه. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان أنا بتعب في الفيديوهات دي فشخ.